السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة في اللاب 2 هنجرب أول كود عملي إن احنا نسجل صوت عن طريق البايثون. طيب أنا عايزة أتعلم إزاي أسجل صوت فعلي من المايك بتاع الجهاز اللي أنا بستعمله، اللابتوب اللي أنا بكود عليه مثلا، وأعرض الموجة الصوتية أو الويف فورم بتاعته، شكل الموجة دي عاملة إزاي، وبعد كده أحفظ التسجيل ده كملف ويف على الجهاز. وكمان عايزين نعرض ليه بعض الخصائص زي الديوريشن وحاجة اسمها البيت ديبث. طيب خلينا نشوف ده مع بعض. أول حاجة خلينا نتكلم كده على أول جزء اللي هو استدعاء المكتبات بتاعتنا. هنستعمل الأربع مكتبات مشهورة: ساوند ديفايس، ساوند فايل، والمات بلوت لايبراري، والنم باي. طيب ايه دول ساوند ديفايس؟ دي احنا اتكلمنا عنها في اللاب اللي فات بس هنعيدهم تاني سريعا. ساوند ديفايس عشان تشغل او تسجل الصوت في الريال تايم او تشغل بلاي باك، فانت بتتعامل دلوقتي مع كارت الصوت. طب ساوند فايل بتعمل ايه؟ عشان تحفظ التسجيل ده كملف او تتعامل مع ملفات الاوديو، تعمل لها ريد او تعمل لها رايت، انها تحفظها يعني. مات بلوت لايبراري دي عشان ارسم شكل الصوت اللي هو الويف فورم فيجواليزيشن. مات بلوت لايبراري زي اللي احنا بنستعملها كده في المات لاب، فهي موديول كبير بستعمل منها لايبراري او موديول اسمه بايثون بلوت اللي هو البي واي بلوت، بستعمله منها عشان ارسم شكل الصوت، شكل الموجة نفسها. طب نمبر اري او النمباي عشان تتعامل مع البيانات بتاعتي كأري. طيب خلينا ندخل دلوقتي في الجزء، نشرح كده سريعا جزء بسيط كده. يعني ايه اوديو تشانل؟ الاوديو تشانل لما بيجي بيتخزن او لما بتيجي تسمعه، يا اما بتسمعه على 1 تشانل او 2 تشانل. يعني ايه 1 تشانل و 2 تشانل؟ لو هي مونو فده بيسجل الصوت على 1 تشانل بس، او بتسمع الصوت ب 1 تشانل بس. سنجل تشانل يعني هو عباره عن تشانل واحده بس، the same sound play in both speaker، يعني هو سنجل تشانل بس هو شغال على السبيكر بتاعتك عادي. طب امال الاستيريو؟ هو احنا دلوقتي لما بنروح نشتري سماعات يقول لك دي سماعات استيريو. سماعات استيريو يعني فيها 2 تشانل، ليفت والرايت، فبالتالي بيمثل الداتا بتاعتها في 2 دي اري. لكن المونو بيمثلها في 1 دي اري بس كده. هنا بتبقى السامبل، بقول له هنا التشانل بتاعتها 2، بديله ان التشانل بتاعتها 2. طيب لما باجي اعمل ريكورد لازم اقول له عدد التشانل بتاعتك ايه. طالما انت هتعمل ريكورد فانت لازم تقول له انت عايزه مونو ولا عايزه ستوريو. فتشانل دي لو قلت له 1 فهي مونو، لو قلت له 2 فهي ستيريو. وخليني كمان اعرض عليكم فيديو دلوقتي حالا هيبين لكم الفرق كده، اسمعوه معايا. When you're listening to music, you're likely listening in either mono or stereo. But what's the difference? And does it even matter? Mono is one channel of audio. So when you're listening to music, all the sounds in a song, the guitar, the drums, and the vocals, they're all combined to play through a single channel. But with stereo sound, your music is playing from two channels. طيب هو قال المونو 1 channel وقال الستيريو 2 channel. ركزوا كده علشان هو دلوقتي هيشغل مرة على channel واحدة بس ومرة هيشغل 2 channel، فركزوا كده. The left and the right. Elements of a song are خدتوا بالكم ان هو فعلا مرة جاب الصوت من الرايت channel ومرة التانية جابه من الليفت channel. separated and assigned to one channel or the other. If you've ever noticed a lead guitar over here and a rhythm guitar over there, that's stereo. Stereo preserves what's known as the soundstage. اتمنى تكونوا سمعتوها كويس وتظهر واضحة يعني. ندخل على البيت دبس. ايه هو البيت دبس؟ البيت دبس ده هو عدد البيتس اللي بنستعملها علشان نمثل كل اوديو سامبل. يبقى هو عدد البيتس اللي بنمثلها او عدد البيتس المستخدمة لتمثيل كل اوديو سامبل. كل ما كان البيتس، عدد البيت دبس ده اعلى، كل ما كان الكواليتي اعلى. طيب الكومن بيت ديبس يعني المتعارف عليه في البيت ديبس ده في 8، وده بيبقى فيري لو كواليتي. في 16 ده السي دي كواليتي. في ال 24 ده الهاي كواليتي او الاستوديو كواليتي. بصوا كده في المعلومه دي عشان مهمه جدا. البيت ديبس زائد السامبلنج ريت مع بعض define overall sound quality and file size. يبقى دلوقتي لما اقول لك الساوند كواليتي بتتحدد بايه والفايل سايز بيتحدد بايه، اللي هو الفايل بتاع الاوديو بيتحدد بحاجتين اتنين: البيت ديبس بلس السامبلنج ريت. طب نروح للي بعده، ريكوردنج اوديو. نبدا بقى في الجزء العملي بتاعنا. عشان تعمل ريكورد، احنا قلنا ريكورد بنستعمل اللايبراري اللي اسمها ساوند ديفايس. فمن ساوند ديفايس
اول حاجه هعرف له الديوريشن، انا عايزه اسجل كام ثانيه. ديوريشن دي بالسكند، بتقاس بالسكند. عايزه اقول له ان انا عايز اسجل 5 ثواني. عايز تسجل بسامبل ريت كام؟ هنا احنا لازم نحدد السامبل ريت. ليه هنا بنحدد السامبل ريت؟ لان انا بعمل ريكورد اصلا لاوديو جديد، يعني هو مش موجود، فانا لسه بعمل له ريكورد. فلما اجي اعمل له ريكورد لازم احدد له انا عايز اسجله بسامبل ريت كام هرتز. فالمتعارف عليه مثلا يعني، او الرينج المتعارف عليه 44100 هرتز. وبعد كده هاجي اعرف له متغير، هقول له اس دي هاخد من ساوند ديفايس دوت ريكورد، هاخد منها الفانكشن اللي اسمها ريكورد دي. هقول له خد الديوريشن اللي انا عايزه، انا عايز اسجل 5 ثواني مضروبه في الاس ار دي بالسامبل ريت. خلي بالكم سامبل ريت دي هوريها لكم في الجزء العملي دلوقتي. سامبل ريت دي بيلت ان فاريبل جوه ريكورد دي. سامبل ريت هي بيلت ان فاريبل جوه ريكورد دي، كذلك الشانل بيلت ان فاريبل جوه ريكورد دي. فانت هنا لازم تعرفوا السامبل ريت بتاعك كام، هو اللي انا عرفته فوق ده. والتشانل بتاعك احنا قلنا انت لسه بتعمل ريكورد، هو ريكورد جديد، فلازم تقول له انت عايزه مونو ولا ستيريو. 1 فور مونو، 2 فور ستيريو. تمام. طيب وبعد كده لما نيجي امثلها او اعملها فيجواليزيشن، يعني عشان ارسمها في شكل ويفز هنشوفها دلوقتي مع بعض في الجزء العملي، بستعمل مات بلوت لايبراري، باخد منها الباي بلوت ما تنسوهاش از اي اسم بعد كده. وبعد كده بقول له ارسم لي الريكوردنج اللي هو فوق ده، الريكوردنج اللي هو فوق ده. ارسم ايه بقى؟ حط لي شويه تايتلز كده، يعني التايتلز دي هوريها لكم دلوقتي، هعرضها لكم في الجزء العملي. الاكس اكسس او الاكس ليبل يعني هيبقى فيه السامبل، والواي هيبقى فيه الامبليتيود. وبعد كده بقول له شو عشان تظهر الرسمه. خلينا نبص بقى على الجزء العملي كده مع بعض على طول ونراجعه كده سطر سطر. اول حاجه استدعاء اللايبراري، انا قلت ساوند ديفايس وبعد كده ساوند فايل، وعندي مات بلوت لايبراري لازم اخد منها الموديول اللي اسمه بايثون بلوت. وبعد كده استعمل نمبي علشان هو بيمثل القيم بتاعه الاوديو في اري، في شكل اري. خلينا نشوف كده شكل الاري اللي انا بقول عليه ده لو سمحتم كده. خلينا نشوف الاوتبوت هيطلع عامل ازاي. اول حاجه بيقول لي ريكوردنج، هو مستني ان انا اعمل ريكورد اهو، انا بريكورد دلوقتي. هيستنى 5 ثواني ثم هيظهر لي النتيجه. هيستنى 5 ثواني مش هيعمل اي حاجه لحد ما الريكورد يخلص، وبعد كده هيوقف، هو هيكمل الاكسكيوشن بقى بتاع البرنامج بعد ال5 ثواني دول. ايه اللي ظهر لي ده؟ ادي الليفت تشانل، هما 2 شانل، لان انا قلت له ان انا عايزاهم يتسجلوا في 2 شانل. انتوا ممكن تجربوا تعملوها في 1 شانل. انا قلت له ان انا عايزاه يتسجل في 2 شانل. ادي الليفت شانل وادي الرايت شانل. ايه القيم اللي خدها من هنا وايه القيم اللي خدها من هنا يا ترى؟ خليني اقولها لكم كده ببساطه. خلونا نبص كده هنا. بصوا كده، لو دي الاري اللي استعملها بالنم بايثون اري علشان يسجل الاوديو ده في اري اوف نمبرز، تمام، القيم دي ليكن ان هي القيم دي. طيب ايه اللي الليفت شانل وايه الرايت شانل؟ بصوا كده، لو خدنا الليفت شانل فانا هقول له كل القيم اللي في اندكس 0، يعني اللي هي ايه، 1 من 10 و3 من 10 و5 من 10 وهكذا، كل القيم اللي في اندكس 0. طيب التشانل الثانيه هياخد كل القيم اللي في الاندكس الثاني زي ما احنا عرضنا دلوقتي. طب نرجع تاني للكود، نبص كده على الحاجات اللي عارضها تحت. احنا قلنا ان هو عمل ريكورد، هيستنى 5 ثواني وبعد ما يخلص الريكورد هيقول لي خلاص ريكورد فينيشد. طيب وبعدين هيعمل لي ايه هنا؟ يعرض لي البارامتر بتاعته. الديوريشن انا كنت قايله له بالفعل سجل لي 5 ثواني. السامبل ريت انا كنت قايله له فوق ان هو 44100 هرتز. البيت دبس كام؟ هو حسب لي البيت دبس، هنشوف دلوقتي هو حسبه ازاي، قسم ايه على ايه علشان يطلع لي البيت دبس. هنمشي واحده واحده، خلينا نكمل. او ضرب معذره البيت دبس ضرب ايه في ايه علشان يطلع لي البيت دبس ده. ثم الديوريشن كالكوليشن حسبها ازاي، والنمبر اوف تشانل انا اوريدي كنت قايله له ان هي 2. الري اوف دايمنشن هم 2 شانل، فبالتالي الدايمنشن بتاعها هيبقى لازم يبقى 2 بتاعها. طيب ندخل بقى للجزء الثاني، ان انا عايزه اعمل ريكورد للصوت دلوقتي. فانا هبدا اعمل له ريكورد، وبعد كده انا قلت ريكورد. بصوا كده لما هقف عليها هيطلع لي ايه. اول حاجه هو مطلع لي شويه بيلت ان فاريبلز فيها، اولهم سامبل ريت اهي اللي انا قلت عليها، وادي التشانل اللي انا هقولها له 2. الداتا تايب، ايه الداتا تايب دي؟ داتا تايب دي المفروض ان انت بتعرفها له ان هي فلوت. ليه فلوت؟ ليه فلوت؟ علشان التنسيق المتعارف عليه في الافتراضي او التنسيق الافتراضي في معظم المكتبات زي البروزا ونم نمبر اري، هو ده اللي في التنسيق الافتراضي ان هي تبقى فلوت 32. دي الداتا تايب بتاعتها. طيب وقلنا كمان التشانل، يبقى انا قلت التشانل والتشامبر والتشانل والسامبل ريت والديوريشن والداتا تايب.
وبعد كده هقول له استنى من ساوند ديفايس برضه، هقول له ويت لحد ما الخمس ثواني دول يخلصوا، يعني هيوقف الاكسكيوشن او هيوقف تنفيذ البرنامج لحد ما يخلص، وبعد كده يطبع لي ريكوردنج فينش. خلاص بعد ما يخلص الخمس ثواني هتلاقيه طبع لك تحت. هي جمله طبيعيه بس مش اكتر عشان تعرف ان الريكورد خلاص انتهى. طب ندخل للجزء اللي بعده اللي هو يطلع لي مجموعه من البارامتر. ايه المجموعه من البارامتر اللي انا عايزه يطلعها لي؟ اول حاجه انا عايزاه يحسب لي البيت ديبس. ايه البيت ديبس اللي هو بيحسبه ده؟ طيب خلينا نفهم البيت ديبس. احنا قلنا الاول تاني هو عدد البيتس او عدد البتات اللي بتمثل في كل عينه صوتيه في كل سامبل. كل ما الرقم يزيد كل ما قلنا الصوت يبقى كواليتي افضل واقرب للواقع، يبقى حقيقي فعلا. طيب اوديو تايب، اوديو دوت داتا تايب ده ايه؟ ده نوع البيانات داخل الاري اللي هو نوعها ايه. احنا كنا قايلين فوق ان الداتا تايب قلنا له يا اما فلوت يا اما هتخليه انتجر 16، بس الافضل زي ما احنا اتفقنا فلوت 32. ثم هتقول له بعد كده الايتم سايز. الايتم سايز ده بيتحسب بالبايتس. هو بيشيل فيه ايه؟ هو بيشيل فيه 2 بايت لكل سامبل، 2 بايت او 4 بايت لكل سامبل. والبايت فيه كام بت؟ فيه 8 بت، وعشان كده بنضرب في 8. يبقى بالتالي البت ديبس دي الحسبه بتاعتها بقول له الاوديو دوت الداتا تايب بتاعته دوت الايتم سايز في 8. يعني كمثال مثلا لو نوع البيانات بتاعتي انتجر 16، فبالتالي كل احنا قلنا هيضرب كل 2 سامبل او كل عينه بيحط لها 2 بايت، فدلوقتي هيضرب الاثنين في 8 عشان يديله 16 بت، وهكذا. خلينا نكمل بقى. هقول له كمان الديوريشن كالكوليشن، هقول له احسب لي اللينس اللي هي المسافه. هو بيحسب اوريدي المسافه، فانكشن جاهزه هتحسب لك المسافه او المساحه بتاعه الاوديو هو كام ثانيه يعني على السامبل ريت، ويطلع لك الديوريشن كالكوليشن. وبعد كده دي شويه برنتس بس كده اللي هي ظهرت لنا تحت، انا بقول له اطبعها لي تحت. شيب ده احنا ما قلناهاش، شيب ده اللي هو الاوديو دوت شيب، ده بيوضح شكل المصفوفه بايثون بتبقى عامله ازاي، اللي هو بيبقى فيها عدد السامبل، بيديني عدد السامبل اللي فيها وعدد التشانل. هي شيب دي شايله حاجتين، السامبل والتشانل. طيب لما اجي اعمل بقى فيجواليزيشن الشكل اللي انا ظهرته دلوقتي ده، اول حاجه انا هقول له الفيجر سايز 12 بكسل في 6. 12 بكسل في 6 هيظهر لي بالشكل بالسايز بالحجم اللي هي الشاشه كانت معروضه بيه اللي هو فيه الاثنين ويف فورم اللي ظهروا. طيب ليفت تشانل، ليفت تشانل ورايت تشانل تاني لما احنا عملنا رن انا كان عندي طالع صفين، طالع array فيها صفين. الصف الاول اللي كان فوق ده يعني هي هتطلع تاني دلوقتي كان اللي هو الليفت تشانل، واللي تحته كان الرايت تشانل اهو. ادي صف وادي صف. فدلوقتي لو دي مصفوفه يبقى الدايمنشن بتاعتها ايه؟ خلينا نبص كده. طيب دي لو مصفوفه دلوقتي اهي، لو مصفوفه مثلا لو هي array، فانا بقول له اول حاجه سب بلوت ارسم لي 2 رو عشان بس اوريكم الشكل ده اللي هو السطر ده بيقول لك ايه، بينفذ ايه. بيقول له ارسم لي array او ارسم لي شكل عبارة عن 2 رو 1 كولم، وده المكان، المكان رقم المكان اللي هيتحط فيه الرسمة دلوقتي او الاندكس. يبقى اول حاجة دي الرو، التانية دي الكولم، وده الاندكس اللي هيتحط فيه الرسمة. فانا لو عايز ارسم الليفت تشانل زي ما شفنا دلوقتي هنا اهو، يبقى كده ادي الرو الاول وادي الرو التاني اللي انا رسمت فيه الرايت، وبعد كده هم كلهم عمود واحد بس، وبعد كده ده المكان الاول وهذا المكان التاني اللي انا هرسم فيه. يبقى بالتالي السب لوت الاولانيه عشان ارسم الليفت تشانل اللي هي فوق دي هيبقى 2 وواحد اللي هو رقم العمود وواحد اللي هو رقم الاندكس اللي هو رقم المكان. طب دي هم برضو في الاري اللي هي فيها 2 رو عمود واحد، لكن انا هرسم دلوقتي في الرقم الثاني علشان ارسم الرايت تشانل. طب نرجع للكود بتاعنا. سب بلوت، انا قلت دلوقتي سب بلوت، دلوقتي هقول له ارسم لي ايه. احنا قلنا في الليفت تشانل رسمنا ايه؟ رسمنا كل العينات اللي في الاندكس زيرو في الاري زي ما احنا شرحناها في البدايه. وبعد كده تايتل بس قول له ان دي الليفت تشانل، وبعد احنا قلنا الاكس هيبقى ممثل فيه السامبل، والامبليتيود هيبقى ممثل فيه الواي. كذلك نفس الموضوع هرسم الرايت، لكن باختلاف ان انا هنا ده المكان الثاني اللي انا برسم فيه، ودي العينات اللي في الاندكس رقم واحد ما ننساش. وبعد كده هقول له تايت لاي اوت. تايت لاي اوت دي فايدتها ان هو بيظبط الشكل، يعني الكلام اللي بيظهر لي ما يخليش الكلام فوق بعضه، يخلي الرسم متناسق. لو جربتوا شلتوها هتلاقوا ان في رسمه بتيجي على رسمه، الكلام بيجي على الكلام. وبعد كده بقول له شو، من غير الشو دي الرسمه مش هتظهر، من غير الشو الرسمه مش هتظهر. طيب
رابع خطوة أو آخر خطوة اللي أنا عايز فيها خلاص أقول له أسيف أحفظ التسجيل اللي أنا عملته ده، فأنا بسمي له متغير هنا اسمه output variable وبسمي له الاسم اللي أنا عايزه. وبعد كده write هستعمل sound file علشان هي بتتعامل مع الريد والرايت في حفظ الملفات وفي قرايتها كمان. هقول له هات لي الاوتبوت فايل ده، حط لي فيه الاوديو اللي انا عملته فوق خلاص بالسامبل ريت اللي انا محدده لك فوق، وبعد كده اطبع لي بس تحت كده شكرا ان انا خلاص طبعت لك الملف successfully خلاص، والمكان بتاعه الاوتبوت فايل اهو. خلص الكود سهل ان شاء الله تكونوا فاهمينه. واللي مش فاهم حاجه يكتب لي على طول في الكومنتس، انا ما عنديش مشكله. وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.